هاي يا أصحابي، تفتكروا بقى لو شُفت وصفة زي دي معمولة على التيك توك طبعًا هتشدني وأشوف هل هي هتبقى مضبوطة والّا لأ، فتعالوا بقى بينا على المطبخ نشوف هتطلع مضبوطة والّا لأ، هاعملها أنا ومامي ويالّا بقى بينا. أول حاجة هاقول لكم المكونات كلّها، هنحتاج إن إحنا نجيب 3/4 كوباية ومعلقة كبيرة من المَيّة، تكون مَيّة دافية، وكل المكونات هاكتبها لكم تحت في صندوق الوصف، ما تنسوش إن أنتم تروحوا تشوفوها، وطبعًا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وقولوا لي بقى لو عايزين نكمّل في سلسلة تجارب التيك توك. بعدين حطيت هنا معلقتين كبار من اللبن، أي نوع لبن أنتم حابينه عادي ما فيش مشكلة، وأحط معلقة صغيرة من السكر، وأحط معلقة صغيرة من الملح، وأبدأ بقى إن أنا أدوّب المكونات دي كلها مع بعض، دي كل المكونات السائلة اللي أنا هاستخدمها في المرحلة دي. بس تقلبتين 3 كده، وبعدين هابدأ بقى أنزل بالمكونات الجافة بتاعتي، هانزل بقى بكوباية ونُص من الدقيق الأبيض اللي هو الدقيق العادي متعدد الاستخدامات، هابدأ إن أنا أنخله علشان ده بيكون كويس بالنسبة لي في العجينة، عشان ما يبقاش في أي تكتلات في الدقيق أو يكون في أي حاجة. بدأت بقى أنخل الدقيق زي ما أنتم شايفين كده، حطيت أول الكمية وحطيت الكمية التانية. بعد ما خلّصت بقى هابدأ إن أنا أقلّب المكونات دي كلّها مع بعض، طبعًا إحنا محتاجين حاجة تربط الخليط ده ببعضه علشان يكوّن لي عجينة، بس أنا مش هاحطها دلوقتي، هادّي له تقليبتين 3 وده طبعًا كل التعليمات دي حسب الفيديو اللي أنا شُفته، وفي نُص التقليب كده هنوقّف هنحط الbaking powder بس بنحطه في النُص ما بنحطوش في أول العجينة. هي بنحط معلقة صغيرة بس من الbaking powder ونكمّل بقى بقية الخلط، وعشان نحط المادة اللي هتربط الكلام ده كلّه هنستخدم هنا زيت الزيتون، استخدمنا 3 معالق كبار من زيت الزيتون باحطهم كده كلّهم مرّة واحدة. أول تعليق بالنسبة لي أنا حسيت إن الزيت كان زيادة على كمية العجين دي، أنا حطيت أصلًا أقل من اللي هُم حطوه كمان عشان أنا حسيت إن هو هيبقى كتير جدًا، وده اللي خلّاني في الآخر اضطريت إن أنا أحط معلقة وربع من الدقيق علشان تتلم معايا العجينة. فأنتم من الأول ممكن تقللوا كمية الزيت شوية، خلّوها ممكن معلقتين بس زيت زيتون، أنا ما كنتش حاطاهم مليانين، بس طبعًا علشان العجينة تتلم معايا كانوا هُم ممكن معلقتين كبار يبقوا حلوين جدًا، عشان ألِم بيها العجينة مرّة واحدة وما اضطرش إن أنا أزوّد لها أي دقيق. طبعًا بدأت أعجن كده، اديتها شوية وقت في العجن مش كتير علشان بس يدخل لها هوا كده وتبقى هشة معايا، لإن أنا مش هاحطها تخمر، وبرضه هاقول لكم التعليق التاني بالنسبة لي، وبس شوية كده هاقول لكم برضه أنا إيه التعليق التاني. أول تعليق كان بالنسبة لي كان هو نسبة الزيت الزيتون اللي خلّتني زي ما قُلت لكم حطيت معلقة ونُص من الدقيق، من معلقة ونُص لمعلقة وربع علشان بس العجينة تتلم معايا وما تبقاش ملزقة أوي وأنا باعملها. بدأت بقى أفردها على السطح بتاعي، وطبعًا رشيت دقيق كويس علشان تتفرد. بدأت بقى الأول طبعًا مامتي بدأت إن هي تعمل العجينة، وبدأنا نقسّمها ل4 أرباع. أول حاجة لحد دلوقتي الدنيا ماشية كويس، وموضوع العجينة اتلمِّت عادي جدًا بالدقيق ما فيهاش مشكلة، ممكن تكون يعني اختلاف في العجين، اختلاف في الدقيق، نوع الدقيق مثلًا أو حاجة. بس هي الفكرة إن تاني حاجة بالنسبة لي برضه كنت حاسة إن إحنا لو كنا سيبناها تتخمّر كانت هتبقى أحسن بكتير، لإن هي القوام بتاعها كان من جوّه عجين شوية مع إني حطيتها تستوي فترة طويلة، بس لو كانت اتخمّرت شوية أو اتسابت تتخمّر شوية، كانت ممكن تبقى هشة من جوّه أحسن. فأنا لو هاعملها تاني هاقلل الزيت شوية، وهاخلّيها تتخمّر شوية على جنب كده علشان تبقى هشة من جوّه ما تبقاش كلّها عبارة عن عجين. بس الصراحة كفكرة وكعجينة وكوقت هي ما خدتش وقت خالص، وفي نفس الوقت سهلة وسريعة نعرف نعملها في أي وقت، وطعمها بجد خطير، طعمها حلو جدًا زي الفطاير اللي بنجيبها العادية جدًا، وتحشوها بقى بأي نوع حشو أنتم حابينها. وبدأت بقى أفردها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، بنعملها على شكل دائري كده علشان نحط جواها الحشوة بتاعتنا. طبعًا أنا استخدمت بقى الحشوة اللي كانت موجودة عندي، وهي إن أنا عملت لحمة مفرومة عصّجتها بالطريقة العادية جدًا، لحمة مفرومة ببصل بالتوابل بتاعتها، وحطيتها على النار شوية، أول ما اتعصّجت معايا بدأت إن أنا أجهّزها وأحط فيها الحشو اللي أنا هاستخدمه. أول حاجة حطيت هنا اللحمة المفرومة في النُص، وضِفت لها برضه موتزاريلا، بس الموتزاريلا كانت عندي متجمدة شوية، فاضطريت إن أنا أقطّعها كده علشان ما كانتش لحقت فكِّت معايا. وبعدين بنبدأ بقى إن إحنا نقفّل العجينة دي كلّها على الخليط اللي إحنا حطيناه، هو كان ضايف صلصة بس أنا الصراحة حاباها أكتر من غير صلصة فما ضفتهاش، فالمهم الحشو هنا بيرجع لكم أنتم، فدي ما فيهاش أي مشكلة، ما فيش اختلاف خالص في الحشو بالنسبة لنا. هو قفّلها بنفس الطريقة دي، التقفيلة بتاعتها سهلة أوي، وبدأ إن هو يعملها بالراحة أوي نشّابة كده علشان بس يقفّلها.
اعمل واحدة تانية قدامكم عشان اوريكم برضو شكلها بيبقى عامل ازاي. تقدروا بقى تحشوها تونة، تحشوها ميكس جبن لو انتوا عايزينها من غير خالص لحوم او من غير حاجة. ممكن تحشوها شاورما فراخ، شاورما لحمة. ليها وصفات كتير قوي في الحشو، وبجد ما خدتش وقت خالص، بنتكلم تقريبا في 10 دقايق كانت معمولة. بس زي ما قلت لكم، انا بالنسبه لي كانت هتبقى افضل لو كنا سيبناها ترتاح شويه، علشان بس من جوه كانت معجنه شويه، لان هي ملفوفه على بعض. بس بجد طعمها تحفه يعني، طعمها يستاهل ان احنا نجربها بطريقه تانية، ونديها فرصه ان انا اعملها بطريقه تانية. ويا بقى لو حطيتوا لها شويه ليمون كده من فوق وانتوا بتاكلوها، بجد خطيره. حطيت بقى شويه من السمنه كده، سيحتهم على الطاسه، وهبدا ان انا انزلهم كده في الطاسه بتاعتي، وبسيبهم بقى بديهم وقت خالص، بوطي النار خالص زي ما قلت لكم عشان العجينه تستوي. واخدت على كل وش 10 دقايق علشان تتحمر كده وتستوي معايا وتكون مقرمشه من بره. عملت الاتنين الاولانيين، وده كان فاضل الاتنين التانيين، وحطيتهم بقى يتعملوا كمان بالمرة. وده شكلهم كده في الاخر خالص لما جيت اطلعهم. هي واخدة طبقة من بره جولد كده، بجد لذيذة قوي. ومن بره واخدة طبقة مقرمشة، ومن جوه الحشو طبعا يرجع حسب الحشو اللي انتوا حطيتوه، فلو خدمتوا الحشو هي هتخدمكم الصراحة، وطعمها حلو جدا. زي ما قلت لكم تستاهل ان انتوا تجربوها، بس ما تنسوش تعملوا الحاجات اللي انا قلت لكم عليها عشان تطلع معاكم سوبر تيستي. واستنوا بقى وصفات تانية نجربها برضو من الحاجات اللي بتبقى موجودة على التيك توك، وقولوا لي بقى رأيكم ايه في السلسلة دي، ونكمل فيها ولا لأ. واكتبوا لي تحت في الكومنت لو عايزين وصفات تانية مختلفة. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي.